صباح الخير وصباح الفل. النهاردة هتكلم عن موضوع أنا بحب أدخل في الموضوع على طول. يعني هتكلم عن موضوع غريب شوية، يمكن ما حدش يتكلم عليه خالص، واللي بيتكلم عليه بيبقى ليه رأي تاني غيري في الموضوع ده. الهدايا اللي بتخرج من المطاعم مع أي طلب أنت بتطلبه. طبعا انتوا هتستغربوا ايه الحوار، ايه الكلام العجيب ده، وايه الست اللي طالعه الصبح تقول الهدايا ومش الهدايا والحاجات دي. بصوا يا جماعه، الموضوع ده انا من فتره كنت عايزه اتكلم فيه، بس كنت هتكلم من الجانب السلبي بتاعه، لحد ما فيه حصل حاجات خلتني لا قررت ان انا اتكلم من الجانب الايجابي بتاعه. الفتره اللي فاتت لما كنت بطلع هدايا بسيطه جدا، زي مثلا عيش، مثلا سلايدز، حاجات كده، خضروات، اعمل خصم بسيط في الكيتشن بتاعي. فطبعا كنت بلاقي الناس بتشكر وبتتكلم بشكل كويس، ومن ضمنهم عميلة بصراحة، يعني لما عملت الموقف ده معاها بقت بتشكر بحفاوة، يعني بتشكر بشكل جميل، يعني رغم ان انا حاطه لها هدية بسيطة، يعني هدية مش حاجة واو، مش حاجة بمبلغ كبير يعني. فده خلاني ان انا اقول لا، لازم اتكلم من الجانب الايجابي بتاع الموضوع. الجانب الايجابي بتاع الموضوع ده ايه؟ ان انا لما اجي استلم هدية من مطعم او من اي مكان، او اخد خصم من اي مكان، ده مش اجباري على المكان ان هو يعمله لي، وان انا اشكره ده نوع من الابريشيشن، نوع من التقدير بيبقى المكان ده محتاجه. فده واجب من العميل ناحية المكان، لان دي حاجة اكسترا من المكان. طيب تقصدي ايه بالكلام ده؟ اقصد ان انا لما باجي اتفق مع حد على اي طلب طالع، انا متفقة ان مثلا وليكن هيطلع الطبق ده فقط، او نصف كيلو من الصنف ده فقط، لكن ما بقى مش متفقة على اكتر من كده. فان يطلع حاجة من عندي اكتر والعميل يشكر عليها، زي العملاء الجميلة اللي شكروني الفترة اللي فاتت على اي هدية طلعتها، دي حاجة جميلة جدا. يعني العميلة اللي شكرتني على كام قطعة عيش خبز حطاهم مع الطلب بتاعها، لما تشكرني عليهم وتبعت لي رسالة مخصوص تقول لي شكرا على كذا، انا فعلا كنت محتاجاه، دي حاجة من ذوقك، دي كانت حاجة جميلة. وده اللي المفروض يتعمل، وده اللي انا شخصيا بعمله مع اماكن كتير. بالمناسبة بقى كمان، الهدايا ما بتتقيمش. ده بقى هنبتدي ندخل في الجانب اللي هو المتوسط، او يعني مش لازم اقول الجانب السلبي، لا، الجانب المتوسط في الموضوع، الجانب اللي هو انا مش عايزه احكي السلبيات. يعني مش عايزه اقول لكم مثلا ان انا في مره لقيت في عميله بتقيم التغليف بتاع الهديه. لا، انت مش من حقك، هديه جايالك انت مالكيش دعوه هي محطوطه لك في ايه، اهم حاجه ان هي وصلت سليمه، واهم حاجه ان الهديه طعمها حلو. لكن انت تقيمي الهديه وتقولي كانت المفروض تتغلف في كذا وما تتغلفش في كذا، دي قله ذوق. انت حاجه مش دافعه فيها فلوس اصلا، عايزاني كمان اعمل لك سبيشال باكينج ليها؟ لا. ده بقى يعني من الجانب السلبي. في بقى جانب تالت، وده جانب خطير جدا، جانب الحق المكتسب. طيب ايه جانب الحق المكتسب ده؟ ان في بعض من الناس افتكرت ان من حقها الهدايا دي حاجة، يعني اللي هي اساسية لازم تتبعت لي كل مرة، دي لو ما اتبعتتليش اسأل عليها. لا، هي مش حاجة اساسية. هو كون ان المكان قدر مرة يبعت لحضرتك شيبسي هدية، او يبعت لحضرتك بطاطس محمرة هدية، يبعت لحضرتك سلطة هدية، يبعت لك عيش هدية، دي مش حق، هي مش حق مكتسب. والمفروض انه كل مرة يعمله، يعني لو مش متوفر عنده يوقف الطلب وما يطلعهوش، ولا يعمل ايه؟ فيا ريت بلاش حته ان انا الهدايا اللي بتجيلي من المطاعم ومن الكيتشنز ومن اي مكان في اي حته بيقدم اي حاجه، هديه مثلا توصيل مجاني دفع لك هو تمن التوصيل، ايا كانت الهديه ايه، بلاش يا جماعه تخلوها ان دي حق مكتسب.
وتطلبوا وتسألوا عليها كأنها حق مكتسب. أنا من ضمن المواقف اللي حرقت دمي في بداية المشروع ده، طبعا كنت بادية المشروع ده بمنتهى الحماس وعايزة ألبي كل رغبات العملاء الممكنة. فمن ضمن العملاء حد لقيته عمال يسألني عن موضوع السلطات، وان عايز يبقى يدوق السلطات بتاعت الكيتشن والكلام ده كله. فبقيت اطلع له مع كل طلب طالع من عندي، يعني لو طلب حاجتين اطلع معاهم طبقين سلطه، وسلطات بقى حاجات متكلفه، يعني بطاطس بالمايونيز، غير السلطه الخضراء دي حاجه اساسيه، لا مش عارف سلطه روسي، لا سلطه مش عارف ايه، واستنى الفيدباك بتاعه حتى يقول تقييمه للسلطات، يقول انه هيشتري منها بقى، ما انا مطلعه منها عشان يدوق منها، ولما تعجبه يشتري من السلطات دي. ما بيقولش اي حاجه. لحد ما بصراحه بقى كده مره قررت ان انا اساله عن رايه ايه، يعني عايزه كمان اعرف، يعني عايزه بقى اظبط الشغل، ما هو مش كل مره هطلع سلطات بالمايونيز فور فري. فالمهم لقيته بيقول لي لا، ما انا ما بدوقهاش، ده انا برميها. بقول له بترميها ليه؟ قال لي انا اصلا ما بحبش السلطات. قلت له امال حضرتك كل مره بتطلبها ليه؟ قال لي هو مش ده حقي ان مع كل طلب يطلع لي سلطات؟ كلتها او ما كلتهاش بقى، لا انا ماليش فيها اصلا. قلت له يا فندم، يعني حضرتك حتى ما بتديهاش هديه لحد؟ يعني دي سلطات متكلفه، دي سلطات فيها مايونيز وحاجات غالية وسلطات داخل فيها يعني انجريدينتس غالية. انت حضرتك يعني ما بتديهاش هدية لحد، يعني حتى اديها كدول لحد، لكن ما تترميش. قال لي لا، هي مش السلطات دي حقي اخدها؟ كسر حقك يا شيخ، كسر حقك. سلطات ايه اللي حقك؟ مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، مفيش حاجة اسمها سلطات من حقي ومش من حقي والكلام الفاضي ده. انتوا مين اللي وهمكوا بالكلام ده؟ ومين اللي وهمكوا ان انتوا تقيموا المكان بالهدايا اللي بتطلع معاه؟ باعت مناديل ولا مش باعت مناديل؟ هو انت عايش في الصحراء؟ الكلام ده تطلبه لما انت تكون في شركة ومحتاج شوكة ومعلقة ومش عارف ايه عشان خاطر قاعد في مكتب ومش متوفر عندك الكلام ده. لكن الناس اللي بتطلب طلبات وهي قاعدة في بيوتها، انت عايزة معالق بلاستيك ليه؟ وعايزة مناديل ليه؟ وعايزة كاتشب هدية ليه؟ وعايزة ده ليه وده ليه وده ليه؟ ما دام مش متفق عليه في الوجبة يبقى مش من حقك تاخديه. هو ايه ده؟ هي وصلت البجاحة ان الكادو اللي يعمله الشخص يبقى حق مكتسب، ولو ما عملوش نشتكي، ولو ما عملوش نقيم المكان على اساسه. ده بيبعت لي السمك من غير ما يحط لي معاه مش عارف ايه، ده بيبعت لي مش عارف الفراخ من غير ما يحط لي معاها ايه. فكروا شوية وارحموا كمان. الحاجات دي بتتكلف. طبق السلطة اللي حضرتك عايز يطلع لك معاه يطلع لحضرتك فور فري، ده بيتكلف مبلغ هلامي دلوقتي. طبق السلطة ده بيكلف المكان كتير، ده ممكن يكون بيكلف المكان بتغليفه قد الطلب اللي طالع لك. يعني الشخص ممكن يروح مكسبه عشان خاطر يطلع لحضرتك طبق سلطة فور فري. ويا عالم انت بتحبه ولا لا. انا واحدة من الناس ما باكلش سلطة من بره، ولما بتجيني فرصة وانا بطلب اكل ان انا بقول للمكان لو سمحتوا ما تبعتوليش سلطة، لا السلطة الفري دي شكرا انا مش عايزاها، مش هاكلها، فحرام ان هي تتبعت لي وانا مش هستخدمها. انا في الفيديو ده بس حبيت ان انا اقول لكم على ظواهر ايجابية وظواهر سلبية في الموضوع ده، والموضوع ده لازم يبقى له وقفة، لان ده فيه حاجة اسمها هدر وتبذير ربنا يحاسبنا عليه. النقطة الأساسية في الفيديو إن أنا كنت عايزة أقول لكم زي ما في جوانب جميلة جدا وناس محترمة قوي ومقدرة أي كادو وأي حاجة بتتباعت مع الأوردر، في ناس قليلة الذوق وبتقعد تكتب بوستات بقى على الإنترنت بالكلام ده. وطلبت وانا ما انصحش بالتعامل مع المطعم الفلاني، طلبت من عندهم سمك ومحدش بعت لي مش عارف ايه، بعتولي السمك من غير ما يبعتولي. في واحد مصور شكل اوردر بتاع سمك، انا عماله ادور ايه المشكله فيه. انا طلبت يا جماعه من المكان الفلاني السمك وجالي بالمنظر ده، ابص في الصوره طب ايه الغلط؟ فالمهم كملت البوست. يعني جايالي السمكيه من غير ما يحطوا معاها رز،
من غير ما يحطوا معاها كذا، من غير ما يحطوا كذا. طب هي كانت وجبة؟ لا، انا طالب سمكية بس. طب لما انت طالب السمكية بس، انت عايزهم يبعتوا حاجات زيادة ليه؟ وفاضح الناس وبتتكلم عليهم وعامل لهم بوست تشهير وبتنصح الناس ما تتعاملش معاهم، ليه ده كله؟ مش جابولك الحاجة متغلفة زي الفل ومقفولة كويس وجايلك سخنة وجايلك كويسة وجايلك في ميعادك وكل حاجة؟ يبقى انت مالكش حاجة عندهم. هو نظام ايه؟ فتوانة الهدايا بالإجبار، ولو ما اتبعتتش نقل أدبنا. فلا يعني فوقوا كده، لأن الحياة بقت صعبة اليومين دول، ومش محتاجين ان احنا نصعبها أكتر. ولازم يكون في تمييز، وبلاش تبذير وبلاش إهدار وبلاش نطلب حاجات مش من حقنا ان نطلبها. حضرتك عايز تاكل سلطة، تطلب مع الاوردر، تقول لهم ابعتوا لي سلطه، ابعتوا لي مخلل، ابعتوا لي كذا، ابعتوا لي عيش انا مش عندي. ده لو المكان بيقدم طبعا. لو في المنيو بتاعته في عصاير، ابعتوا لي عصير مع الاوردر. لو المنيو بتاعته فيها بتاع ده فيها عيش، ابعتوا لي عيش مع الاوردر. لو المنيو بتاعته فيها سلطات ورز، ابعتوا لي كذا وادفع ثمنه. بلاش استنطاع. سوري طبعا ان انا ببقى منفعله احيانا وانا بعمل الفيديوهات، بس فعلا دي حاجات تحرق الدم. واللي يحرق الدم اكتر ان الناس تبقى فاكراها حق. يعني وطبعا بيبقى جميل جدا والله، ببقى مبسوطه لما العميل ياخد باله ويعمل مكالمه او رساله مخصوص يشكر فيها. ده كده انسان محترم، ده متربي ابن ناس وفاهم، ده انسان سوي. اللي يعمل كده، اللي يشكر، ده انسان سوي. لكن اللي ينتقد ده يعني ده اتشال من قلبه الضمير والرحمة. ده انسان جشع ينطبق عليه كده، عايز ياخد حاجة مش من حقه. في النهاية انا بشكر اي حد هيسمع الفيديو ده للاخر. انا بعمل الفيديوهات دي يا جماعة عشان المعلومات اللي مش واضحة، وممكن هتلاقوني اعيد وازيد فيها، لان حرام. في فلوس بتترمي على الارض، وفي ناس بتتعب، ناس بتشقى، وناس بتقف تعمل الحاجات دي وقت زيادة وتغليف زيادة. فما ينفعش ان احنا نهدر حق الناس وما نشكرهمش، وما ينفعش كمان ان احنا نبقى بننتقدهم وبنطلع عينيهم عشان يعملوا الحاجات دي، ونبتزهم عشان ناخد حاجات مش من حقنا. واحد طالب اوردر ب100 جنيه عايز ياخد هدايا قصادها ب50 60 جنيه، يبقى حرام عليك. وحتى لو طالب ب2000 3000 جنيه، تطلب هدايا ليه؟ لو المكان مش هيقدر يوفر لك هدية تطلبها انت ليه؟ ما يمكن انت اصلا اوردرك اللي ب3 4000 جنيه ده يا دوبك مكسبه حاجة بسيطة، كمان هيبقى مكسب بسيط ويطلع لك هدايا معاه. يا بجحتك يا اخي. بجد ميرسي، انا بشكركم في الاخر وشكرا قوي. وطبعا معلش لو انا بستخدم اي حاجه كده، انا بتكلم بعفويه، لان فعلا اللي الواحد بيشوفه ساعات بتبقى حاجات تغيظ، واللي بيقراه على الفيسبوك والبوستات حاجات تغيظ اكتر، وخصوصا انها حاجات بتنتشر انتشار رهيب. ناس كتير بقى بتسمع وبتشوف الكلام ده بتفتكر ان الناس دي عندها حق، اللي يطلع يقول لك كان المفروض يبعت هديه، تقوم في دماغه هو كمان. لا، هي مش من حقك والله. وشكرا، ويومكم جميل ان شاء الله.